للاسف خسرنا الصداره بسبب بحال هاد اللعابه اللي كيلعبوا عندنا في ليفار، بسبب التحكيم اللي بدا كيتبورد علينا. ولكن ما نلصقوش في التحكيم ولا نلصقوه في هذا. الجمهور ديالنا ديال الوقيته اللي كنا كنواعيو وكنقول بعد من الصداع، بعد من المشاكل، الفريق في منعطف خطير، تبتو، حصنوا، بعدوا من المشاكل. هذه غير كره، هذه احكام ما كاينه 5 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين. فرقه هي كتلعب بلا جمهور. ها الماتش الثاني ديجا تظلمنا من التحكيم في طنجة، ها هو كيتعاود لنا الماتش اليوم عاوتاني. الاربيط عينو كان عينيه سنانو لوبي علينا، لا من خلال الاخطاء لا من خلال بزاف الامور. ولكن هادشي كتبقى ثانويه باش ما نلصقوش في التحكيم. حيت اللي تقادنا حنايا هو جمهورنا. كنعممش، كنهضر على الشنكاره، على هرقاوه، على النتائج. كلكم شفتوا مواتكم كيتمرغوا قدام المحكمه، العيالات كيتركلوا بسبب الشنكاره. فريق تضرر غتصيفطوه المورال طايح لجنوب افريقيا. اش كتسناو؟ حنا العام اللي جا نشوفو نكونوا نلعبوا على الالقاب، تجيو تقبونا نتومايا ويجي يطلع عندي واحد عارفينها. لا كنعرف الشنكاره وهرقاوه وباقي كنعرف فيهم. الشنكاره وهرقاوه اللي خرجوا علينا في هاد، حطونا في هاد الموقف، باقي كنعرف فيهم. لهذا باش ما نبقاوش نلصقوا في سانتوس، نلصقوا في الاداره، نلصقوا نقاو حنا بعداك. ديك الساعه الاداره باز منا غتنقى، وباز منا غتجيب مدربين مزيانين، وباز من سانتوس غادي يشوف فينا كجمهور، لاننا دابا كيتعاملوا معنا كوحدين كيجيبوها حتى الاخر ويتقبوا الورقه. في ظرف سيمانه 6 تيران، خطيات، التحكيم كيفرع فينا، الموات كيتركلوا قدام المحكمه. خسرنا الصداره. اش تقول لي الاداره؟ عيروا الايوبي عاوتاني، سبوا الايوبي، راه هو اللي مشى كيتشانق مع الجمهور الخصم، هو اللي مشى يسب ويعاير ويقلب على الصداع مع اننا كنا رابحين. سبوا الايوبي، هو 6 تيران ياك. اللي كيقتلني هو اللي كيقول لي لا راه كانت مقصوده، ما كانش امن. حتى اللي يحطوا لك عساس انت كتحس براسك بنادم اللي يحطوا لك عساس بزرواطه. هذا نقادو ريوسنا نشوفوا ديك الساعه الاداره، لاننا بدينا كنشوفوا بواحد الحوايج، بدينا كنشوفوا العصبه، بدينا كنشوفوا الله يحفظه صافي. عاوتاني بداو يدوز هادشي، بداو تبكيو عاوتاني وردوها للاداره. حيت ديما كنساو امورنا وكنلصقوا في الاداره. هاد راه كنقولها حيت كنتخلص من الاداره. ما تنساوش دخلوا هجموا عليا وقول لي راه كتخطئ الاداره شي حاجه، راه كتخلصني بالاورو كتخلصني. يلا السلام عليكم.